السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده زيتون المخلل. ما تحلاش السفرة غير بطبق الزيتون عليها. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله تعتمدوها كل مرة تعملوا فيها. يلا بينا على المقادير. أنا هنا عندي زيتون، وعندي ليمون مقطع لأنصاف بالشكل ده، وفلفل، وحبة البركة، وهريسة الفلفل الأحمر، وعصير من الليمون، وجزر مبشور، وكرفس، وزيت. يلا بينا على الطريقة. أنا عندي هنا بولة، هنزل بالجزر، وهنزل عليهم بحبة البركة والكرفس، وهريسة الفلفل الأحمر، وعصير الليمون، وهقلب المقادير مع بعض. هنا بقت جاهزة معايا. هقطع عليها شرايح من الفلفل بالشكل ده، وهنزل عليها بأنصاف الليمون، وهقلب. هنا بقت جاهزة معايا. اجيب البرطمان بتاعي، انا هنا معقماه وهعقمه تاني قدامكم. اجيب معلقتين خل، وقطنة او منديل المطبخ، وابتدي اعقم البرطمان من الداخل بالشكل ده. وعلى حلق البرطمان، وعلى الغدا. هنا البرطمان بقى جاهز معايا. ابتدي بقى انشفه تاني من الخل اللي جواه، من اي بقايا من التعقيم. هشيل البرطمان على جنب، واجيب الطبق بتاعي فيه الزيتون مقطعه بالشكل ده. ان شاء الله مش هياخد تسوية في وقت طويل. هنزل عليه بالخلطة اللي عملناها مع بعض، وابتدي اقلب الخلطة في كامل الزيتون. ولزيادة تأكيد اعمل الخطوة دي كمان بايدي. هنا بقت جاهزة معايا. اجيب البرطمان بتاعي، وابتدي احط الزيتون بالخلطة، واحط الفلفل، ارجع تاني احط الزيتون لحد ما اخلص كل الكمية. هنا خلصت كل الكمية. ده بقى الصوص اللي اتبقى من الزيتون. برجع تاني احطه على البرطمان. وهنا هحضر خليط الملحي. هنا عندي مية سخنة انا سبتها تبرد تماما. احط عليها 3 معالق من الملح، 3 كوبايات من الماء، بحط عليهم 3 معالق من الملح، ورشة صغيرة من الكركم على طرف المعلقة، ومعلقة واحدة بس من الخل. ابتدي اقلب المكونات مع بعض. وهنا كانت جاهزة معايا. هجيب البرطمان بتاعي، وابتدي احط لحد ما يحتاج الكمية المطلوبة. هحط المحلول الملحي لحد ما يغطيه من فوق.
هنا خلصت كل الكمية، ابتدي اغطس بالمعلقة بالشكل ده، واحط على الوش معلقتين الزيت. ابتدي اغطس بالمعلقة وهغطي البرطمان وهرجه من تحت لفوق بالشكل ده عشان كل المقادير تتجانس مع بعضها. وهنا كان جاهز معايا. ان شاء الله بعد شهر تاكلي منه احلى زيتون بطريقة مظبوطة، مش محتاج اي حاجة ولا ناقصه اي حاجة. ان شاء الله هيعجبك. اتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم. يلا جربوها وقولوا لي ارائكم في الكومنتات. السلام عليكم.